صباح الخير على جمهور الزمالك الحبيب في كل حتة وفي كل مكان. اللجان اللي شغالة على زيزو من امبارح عشان خاطر مباراة القمة ويوقعوا زيزو ويخلوه غير مركز، وجمهور الزمالك يطلع يهاجم فيه. اللي حصل في قصة زيزو من الآخر. هقول لك اللي حصل من الآخر. هتقول له طب أنت جبت المعلومة منين؟ دي بقى يا جماعة محدش يسألني، وأقسم بالله اللي هقوله لكم وأنا صايم حصل بالنص. مسؤول كبير في الأهلي اتصل بوالد زيزو وقعدوا معاه وعرضوا مبلغ كبير جدا جدا على زيزو. طبعا والد زيزو مش ممانع من انتقال احمد السيد زيزو الى الاهلي، لكن العقبه الوحيده ان زيزو رافض رفض تام انتقاله للاهلي نظرا لما تربطه بعلاقه حب واحترام وعشق لنادي الزمالك وجمهور الزمالك. ابو زيزو ضغط عليه، لكن طبعا الكل عارف ان ابو زيزو بيحب زيزو جدا، فقال ما اقدرش، واعتذر لمسؤول الاهلي وخلصت الجلسه. لكن المفاوضات حاليا بيقودها العالمي احمد حسام ميدو بين والد زيزو وميدو لإنهاء التعاقد والإعلان الرسمي إن شاء الله بعد مباراة القمة. عشان اللجان اللي شغالة يا جماعة جمهور الزمالك يخلي باله. اللجان شغالة على إن زيزو وقع امبارح للأهلي. زيزو ما وقعش للأهلي ورفض إنه يلعب للأهلي، وما يقعدش يقول لك هتروح كأس العالم وكأس البتنجال، لأن أنت هتروح كأس العالم هتكون حصلت المجموعة وتخسر ال3 ماتشات بأسكور وهترجع. انت بتشترك في كأس العالم ليك سنين وبتطلع حصالة المجموعة وما